السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض النهارده وصفة جميلة جدا. هنعمل مع بعض شريك بالعجوة بطريقة جميلة جدا. شايفينه هش وطري بجد تحفة. تعالوا نشوف طريقتنا. معايا هنا كوباية ونص مية دافية، كوبايتين لبن دافي، كوباية ونص سكر، 3 معالق كبار خميرة. هندوبهم كويس جدا وهنغطيهم ونسيبهم لمدة 10 دقايق لحد ما نختبر الخميرة. تعالوا نجهز الدقيق بتاعنا. معانا هنا كيلو ونص دقيق، عليهم معلقة ونص بيكنج باودر ورشة ملح. هنقلبهم كويس مع بعض. تعالوا نشوف الخميرة بعد ما اختبرناها. معانا هنا 3 بيضات، عليهم كيسين فانيليا، هنضيفهم على السوائل. ومعانا 3/4 كوباية زيت، هنضيفها على السوائل وهنقلبهم كويس جدا. هنضيف بقى الدقيق، هنضيف اول جزء ونقلب، بعد كده نضيف باقي الكمية. هنعجن الشريك بتاعنا بقى، هنفضل نعجن فيه لحد ما العجينة تلم معانا. هنعجنه لمدة 10 دقايق، نعجنه كويس جدا. بعد ما عجنته لمدة 10 دقايق، اهم حاجة نعجن فيه كويس جدا لمدة 10 دقايق. هندهن الوش زيت وهنغطيه وهنسيبه يخمر، هنسيبه يخمر لمدة ساعة. هنا بعد ساعة العجينة خمرت، هنهبطها ونغطيها ونسيبها تخمر ساعة كمان. ده بعد الساعة التانية. شايفين ما شاء الله، شايفين العجينة عاملة ازاي؟ ما شاء الله شكلها تحفة. هننزل بقى العجينة بتاعتنا من الطبق ونعملها رول كده، وهنبدأ نقسمها قطع. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نقطع العجينة قطع، هنقطعها قطع على قد حجم الأشكال اللي هنعملها. نشوف مع بعض بعد ما نقطعها. أهم حاجة نبعدهم عن بعض عشان ما يخمروش في بعض ويلزقوا في بعض. بسم الله ما شاء الله، الكيلو ونص يعملوا معانا كمية كويسة كده. قطعت الكمية كلها. هعمل بقى الكمية كلها بالشكل ده وهسيبها ترتاح، وهوريكم هنشكلها مع بعض ازاي. اهم حاجة لما كده نصهم ما نلزقهمش في بعض، نسيب مسافات ما بينهم عشان على ما نشكل هيكونوا خمروا فما يلزقوش في بعض ونعرف نستعملهم بسهولة. معايا هنا عجوة انا شكلتها بالشكل ده. تعالوا مع بعض بقى مع بعض اشكال جميلة. تعالوا نشوف الشكل ده. هنبص العجوة وهنقفل عليها بالشكل ده، نقفل كويس جدا ونبرمها ونتأكد انها قفلها كويس زي ما احنا شايفين. هنلزق الاطراف ببعض كده وهنبططها. هنعمل بقى فتحات بالسكينة بالشكل ده، بس طبعا مش هنوصل للاخر، نعمل فتحات بس. معانا الصاج بتاعنا مدهون زيت. تعالوا نعمل شكل تاني. تعالوا نعمل شكل الضفيرة. هنبرمها كويس بقى، عايزينها تبقى طويلة. هنفردها بالشكل ده وهنرص العجوة جواها. هنقفل كويس، هنفضل نبرم فيها، عايزينها ليها سمك بس متبقاش رفيعة قوي. هنعمل ضفاير شكلها جميل جدا. اهم حاجة الاطراف نلزقها في بعض كويس بايدينا كده عشان الضفيرة ما تفكش من بعضها.
تعالوا نعمل شكل تاني. هنجيب برضو القطعة وهنرص العجوة جواها وهنقفل برضو زي ما عملنا قبل كده، بس المرة دي بقى هنخليهم طولهم قد بعض وهنعملها عكس بعض وبعد كده ندورها. الشكل ده جميل جدا برضو، هتعجبكم جدا. نجرب معاكم واحدة تانية زي ما احنا شايفين، منهم عكس بعض كده وبعد كده هنقفلها على بعض. شكلها جميل جدا. كده انا خلصت تشكيل الكمية. هنغطيهم ونسيبهم يخمروا، نسيبهم يخمروا لمدة نص ساعة. عايزينهم يخمروا كويس جدا. بعد كده هنجيب بيضة عليها معلقة لبن ورشة فانيليا وهنربها كويس جدا وهندهن بيها وش الشريك بتاعنا وهنرش عليه سمسم زي ما احنا شايفين. شكله جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة ندهنه بعد الخمران لما يخمر خلاص، وهنكون ندخله الفرن. نكون مشغلين الفرن قبلها بربع ساعة، الفرن يسخن كويس جدا. وبعدين احنا في الشتاء الخمران بياخد وقت، نسيبهم يخمروا براحتهم. ندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 عشان يطلع معانا لونه حلو ومظبوط زي ما احنا شايفين معانا. بعد ما طلع بجد شكله تحفة جميل جدا. واهم حاجة اول ما يطلع من الفرن نغطيه بكيس وبعد كده نحط عليه فوطة. بجد تحفة، جربوه. طري وهش جدا والطعم مفيش احلى من كده. شايفين الهشاشان بجد جميل جدا. هيعمل معاكم كمية كويسة، نعمل معايا حوالي 30 قطعة. ولو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.